احفظي الفيديو ده علشان هتحتاجيه لما تيجي تعملي الحمام بالطريقة المصرية الأصيلة، وكمان من غير ما نحمر في سمنة ولا في زيت ولا أي حاجة كده رائعة. هنعمل كده الحمام بتاعنا طبعا متنضف ومنقوع وزي الفل. حطينا في الكبة بصلتين كده محترمين، وهنبدأ نطحنهم ونحط بقى التوابل، ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وتوم بودر وبصل بودر وسبع بهارات، وأساسي الحبهان المطحون. تمام. هنبدأ نقلب بقى بالشكل ده البصلة الجميلة بتاعتنا ديت، ونضيف كمان عليهم طماطمايه، حاجة كده بقى إضافة من إضافاتي اللي بتخلي المنكهات والمطيبات اللي بتخلي الحاجة كده في حتة تانية خالص. الروزماري أو إكليل الجبل هيخلي طعمه كده وانتي بتاكليه حاجة تانية خالص في التتبيلة. تمام. هنبدأ كده نوسع كده ونسلك الجلد من اللحم بالشكل ده. تمام. لو مش هتعرفي تعمليه بتخلي الفرارجي يعملهولك. لازم يكون متفتح كده علشان هنحشي. هنبدأ نتبله بقى الأول بالتتبيلة ديت بتاعة البصل، هيديله طعم كده رائع. وهنسيبه كده على جنب. خلصت الكمية وسبتها على جنب. هبدأ بقى أحط القوانص بتاعة الحمام، قطعتها وحطيت كده معلقة سمنة وشوحتها، وبدأت أحط البصل. لسه الكبدة ما حطيناهاش. هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وسبع بهارات، وهبدأ ان انا احط الكبدة واقلبها كويس، وبعدين الرز في الاخر. تمام. قلبته كده بالشكل ده. تسوية الرز بقى بتاع الحشو مش زي الرز العادي خالص، المية مش طالعة نهائي، يعني كده المية كمان كانت زايدة معايا. هبدأ ان انا اشوحه على النار واقلبه لحد اما المية تتشرب او الشوربة تتشرب، وما غطيهوش خالص. مش هنغطيه لحد ما يتشرب المية بتاعته. همسك الرزاية كده تتكسر بس في ايديا كده، يعني مش مستوية كده. تمام. هركنه بقى على جنب، وهبدأ ان انا اجيب الحمام المتبل بتاعي بالبصل والتتبيلة الجميلة بتاعتنا، وهبدأ ان انا احشيه ومملهوش قوي علشان ما يفرقعش معايا. هبدأ احشي من جوه، واحشي ما بين الجلد واللحم بالشكل كده، بالشكل ده عند الصدر كده. وهبدأ ان انا اعمل له زي مساج كده، اوزع الرز مخليهوش مكلكع في مكان واحد. هاجي كده من عند الرقبة وهبدأ احط الرز نفس الحكاية بالشكل ده. طبعا بيخلي يعني الحمامية بتبقى صغننة، بتبقى ما شاء الله يعني شكلها كده بالرز بتبقى زي الفرخة الشمورتي كده الصغننة بتاعت الحشو. هبدأ ان انا احشي بالشكل ده بسم الله ما شاء الله، و اهو بمساج هسد بقى بالخلة كده من تحت، بخلة خشب، لو خلة صغيرة يكون افضل، وهكسرها كده عشان كانت طويلة معايا. تمام كده كده اضمن ان هو مش هيفرقع معايا ولا اي حاجة. عندي بقى هنا مية مغلية على النار، وهبدأ احط فيها بقى المنكهات. هحط فيها ورق لورا وملح وفلفل وتوم بس ملح وفلفل وبصلة وطماطمية مقطعة كده. وهبدأ ان انا اوزعها كده وامسكها اخرمها خرم كده بالخلة من ورا من عند الظهر علشان اعمل لها تنفس كده. دي معلومة قالتها لي ماما ربنا يكرمها يا رب. ادي لها كده تنفس عشان ما تفرقعش معايا. شايفين؟ ابدا ان انا اعمل لها مساج كده، اوزع الرز كده، ما اخليهوش، اخليه مبطط كده من فوق، ما اخليش مكوم في حته واحده عشان ما يفرقعش معايا. هنزلها بقى على ظهرها كده مش على وشها. لو عملناها على وشها هتفرقع معايا وهتبقى مش حلوه خالص. تمام. استوى كده، اعرف انه استوى. امسك الجناح، امسكه كده احس انه استوى خلاص. تمام كده. الرز طالع مفلفل واللحم من جوه مستوي بسم الله ما شاء الله، وطلع معايا روعه. شايفين؟ هحطه بقى كده. نسيت اقول لكم بدهن بمعلقتين لبن على معلقه سمنه، وهدهنه واحطه في تحت الشوايه من غير مقلي ولا اي حاجه، وبالهنا والشفا.